السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهاردة نعمل معانا روتين سهل وبسيط كده، بداية من 20 جنيه. ايوه، من 20 جنيه هتقدري ان انت تاكلي وتحوشي كمان لرمضان، تخزني لرمضان حاجات هتنفعك. انا جبت القلقاستين دول قطعوا 20 جنيه معايا، مسكتهم غسلتهم الاول قبل ما اقطعهم خالص وهي سليمة، ونشفتها كويس اوي وشلت منها المية وقطعتها. وكان طبعا معايا السكينة وحتة نضيفة عشان كل ما السكينة تتعص المخاط بتاع القلقاس تمسحيها. بعد ما قطعتهم وعملتهم كده، جبت السلق وعملته برضو في التومه والسمنه والشبت والكزبره والبقدونس، وحطيتهم على النار. لا، نشيل الشبت يا جماعه، بقدونس وكزبره. وحطيتهم على النار كويس قوي وحمرتهم وحطيتهم في علب كده، شطهم في الفريزر. تعالوا بقى هنا كمان جبنا ايه ب 20 جنيه من الكرنبايه الحلوه الجميله دي ب 20 جنيه. الكرنب دلوقتي رخيص طبعا، احنا عارفين في رمضان الكرنب بيعلى وبيغلى، وبيقول لك بقى الكرنبايه ب50 وب80 وبتوصل ب100. فطبعا احنا عارفين الراعي الرسمي بتاعنا في رمضان بيبقى الكرنب. حتى لو انت مش هتشيلي دلوقتي لرمضان، انا بديكي فكره، خديها وشيليها عندك، خزنيها لما تعوزيها طلعيها. عندي في القناه حاجات جميله قوي متفرزه رمضان وعصائر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، بطريقه سهله وبسيطه، باسهل الطرق. انا هنا عندي كذا طريقه لتخزين الكرنب. انا جبت الكرنبايه كده زي ما انتم شايفين، بقطع العرق ده اللي في النص وهي ناشفه قبل ما اسلقها خالص. دي طريقه. وبعد كده تبقى الورقه معاكي كده، رصيهم فوق بعض، المقاسات اللي زي بعضها، وتحطيهم في الميه اللي انت هتغلي فيها. دي طريقه. الطريقه التانية ان ممكن تقطعي الورق كده عادي زي طريقتنا القديمه، تسلتيها كده من الكرنبايه بالراحه. الكرنبايه كانت بيضه وكانت ورقها ناعم قوي وكانت تتقطع، فكنت عماله احاسب عليها على قد ما اقدر. هتطلعي كده ورقه ورقه، ونحطهم برضو في الحله ونسلقهم بالطريقه المعتاده اللي احنا عارفينها. لو لقيتي ورقه فيها وحشه ولا حاجه بترميها. الطريقه بقى التالتة اللي انا بقول لكم عليها، ان انت تمسكي الكرنبايه كده وتقوري راسها وتحاولي تفرغيها من النص، علشان الراس بتاعها دي هي اللي بتبقى ماسكه الورق كله في قلب بعضه. فانت لما تفرغيها كده تقدري ان انت لما تسلقيها قطعه واحده. انا صغرت منها شويه عشان طبعا الحله تقدر تاخد الكرنبايه، عشان بسم الله ما شاء الله الكرنبايه كانت مدوره كتير. بصوا قورتها بالطريقه دي وهنحطها في الماء. هنروح بقى على النار، هنعمل ايه؟ انا قلت لكم كده 3 طرق. هنجيب حله فيها ميه، وهنحط فيها شويه كمون وشويه سكر، معلقه كده سكر، وبعدين معلقه ملح صغيره، علشان انت لو هتحفظيه السكر هيخليه ما يجلدش معاكي ويحتفظ بيه. هتعمليه على طول، فما فيش داعي للسكر. تمام يا حبايبي، انا بوريكي برضو الفكره. وانت لو عايزه تشيليها من دلوقتي شيليها، عايزه تعمليها وتاكليها براحتك خالص. فطبعا ممكن تنزلي تجيبي كرنبتين كده تفرزيهم وتبقى واقفه بالمره في المطبخ. فانا ايه، انا عملت بقى زي ما قلت لكم الطريقه دي. وسواء هتشيليه او مش هتشيليه، السكر مش يعني مش هيخلف معاك. حتى لو انت سويت حطيتيه على رف التلاجة كده يوم او اتنين، الورق مش هيجلد معاك. زي ما احنا شايفين المية بس تغلي كده اهو، حطيت الكرنبايه عشان آه يعني تاخد غلوة معايا، وما تقليش عليها عشان ما يتهرش منك الورق. تفضلي بقى تغطسي فيها كده لحد لما تلاقي ان الورق بتاعها لونه اتغير، بدأ كده في السوا، بتشيليه. حطيت هنا شويه كمون عشان نسيت احط في الميه شويه كمون، طبعا على الانتفاخات، وعشان ريحه الكرنب بتبقى ايه، بتبقى قلب البيت. زي ما احنا عارفين ان الكرنب بيعمل انتفاخات، حبه الكمون ده هيمنعوا عننا الانتفاخات. هتفضلي بقى تدوري كده في الكرنبايه في قلب الحله لحد لما تحسي ان الورق بتاعها يبدأ يستوي. تقلبيها على الوش التاني، ونبدأ ان احنا نجيب اي حاجه نطلع بيها. اهو انا قلبتها على الوش التاني، وكنت بفصل الفيديو طبعا عشان بشيل بايدي الاتنين وكده. ف آه، مش عايزه يعني ان انا ايه اضايقكم كده بالمناظر اللي انت بتبقي خايفه لا تتحرقي دي. شايفين اللي احنا بنطلع بيها النشابه ديت، اللي هي بطلع بيها الكرنب، اسلك بقى ورقه ورقه. خلاص، اهو شايفين بيطلع بكل سهوله. الورقه بتتسلت كده على طول بكل سهوله. ليه؟ لان هي اتسلقت. ما تزوديش عليها سوا علشان ما تتهريش منك. وكمان لو انت هتشيليها فبتبقى يا دوبك غلوه بسيطه، تروحي بيها على الميه الساقعه تشطفيها علشان ما تخليهاش في الميه السخنه، وتكمل سواها. شايفين يا حبايبي؟ طريقه سهله وبسيطه. العرايس الجداد البنات اللي ما بيعرفوش يعملوا الكرنب باسهل طريقه اهو. اهو بدل ما تقعدي بقى تقطعي ورقه ورقه، انت بتعملي كده وتسلتي بقى بالورقه ورقه كده، وانت واقفه على النار بتبص تلاقيها ما خدتش معاكي الكرنبايه 5 دقايق. لو معاكي 10 كرنبات هتفرزيهم بطريقه سهله وبسيطه. اهو اخد بقى الاقي الكرنبه لسه الناحيه دي ما استوتش، اقلبها على الناحيه التانيه. طول ما انت واقفه كده تقلبي وبالراحه
وخلي بالك من نفسك لحسن تتحرقي، عشان الميه طبعا مغليه. شايفين؟ ما يكونش عيل صغير تحت ايديكي ولا حاجه. هبدا ان انا اطلع على قد ما اطلع، واول ما يطلع الورق معايا اجري احطه في المصفى تحت الحنفيه علشان اشطفه واصفيه. تمام يا حبايبي؟ وهنقطعه برضو مع بعضيكم بطريقه سهله. الطريقه دي جميله قوي قوي، اسهل من ان انت برضو تقطعيه ورقه ورقه. بس انا قلت لك 3 طرق، والطريقه اللي تعجبك قطعي بيها، الطريقه اللي تريحك واخده عليها قطعي بيها. كل الطرق حلوه. في ناس بتشيل الكرنب سليم في الفريزر، عملتها قبل كده وموجوده عندكم في القناه. قطعت الكرنبايه 4 تربع، وشلت كل ربع في كيس، بحيث ان انت بتطلعي ربع مع مثلا شويه بتنجان، شويه ورق عنب، شويه محشي، اللي هو المحشي المشكل. وطلع حلو، ما فيهوش اي حاجه والله يا بنات. بس كان الكرنب اللي هو البط ده اللي هو ما بيجلدش. تمام. خدته حطيته، واول ما بتطلعيه وهو مفرز كده، بتحطيه في شويه ميه مغليه، وتبداي تقطعي منه العروق وتظبطيه عشان تحشيه. برضو دي طريقه رابعه برضو حلوه، وكانت ناجحه برضو، ما كانتش وحشه، بس بتاخد مكان. عيبها انها بتاخد مكان في الفريزر. فانت طبعا لو ما عندكيش مكان، مش الطريقه دي مش هتنفع معاكي. انا كنت شلت بقى الكرنبيه وهي سليمه، حطيت الورق اللي انا قطعته كده. بصوا انا خلصت سليق الكرنب، ما خدش معايا 5 دقايق ولا 7 دقايق على النار. ابدا بقى اروح على الرخامه عشان نبدا نقطع معاكم الكرنب، وتشوفوا كذا تقطيعه برضو للكرنب ازاي تفرزيه وتشيليه بكذا تقطيعه. يعني عندي كذا طريقه هوريها لكم دلوقتي، الطريقه اللي برضو اللي تعجبك اعمليها. جينا هنا بقى، خدت الورق اهو اللي هو كان فيه العروق. ابدا ان انا ايه، اللي انا كنت قاطعه منه، ارص كل ورقه قد بعضها على بعضها. دول اللي انا كنت شايله منهم العروق الاول يا بنات. تمام. وبعد كده بقى اساوي الورقه بتاعتي واقطعها. هي بصراحه كانتش مستحمله. فانا كده الكرنبايه دي انا بوريكم طريقه تفريز، ولكن انا كنت هطبخها، بس بشاهد معاكم الفيديو عشان اوريكم ازاي تفرزي الكرنب وازاي تشيليه. هنقطع بقى العروق كده. الورق ده اللي كان فيه العروق، معلش انا اسفه ان قلت ده اللي ما كانش فيه العروق. اهو اشيل بقى العروق بقى. عايزه تسويها، قصدي تخليها براحتك، عايزه تقطعيها وتحطيها في قاع الحله برضو براحتك، عايزه تقرقشي فيها كده وانت واقفه برضو براحتك. والله هو الكرنب مفيد جدا جدا يا بنات في التخسيس، ومفيد جدا للمعده، ليه فوائد عاليه جدا جدا جدا. وبالنسبه للغازات احنا حاطين ايه؟ حاطين كمون. تبداي بقى تساوي الورقه اللي انت بقى تقطعيها على قد ايدك زي ما انت عايزه، اللي انت عايزاه تقطعي. شايفين؟ اهو قطعوا كده بالراحه وبالراحه عليها خالص، وترصي بقى في الصينيه. بس اهم حاجه بعد ما ترصيه وتقطعيه، صفيه من الميه كويس قوي. لو انت هتشيليه لازم يكون متفرغ خالص من الميه، عشان ما يملاش ميه وتيجي تطلعيه تلاقيه مهري منك، لان هو هيكمل سوا فين؟ في الفريزر. شايفين الورقه ما شاء الله كانت عريضه، قطعتها كذا تقطيعه. ابدا بقى اهو احطهم على بعض زي ما بقول لكم. في ثواني هتقطعي الكرنبايه بتاعتك وتشيلي اي ورقه زياده، اي ورقه مقطوعه مش عاجباكي شيليها. شايفين؟ يبقى صف واحد كده، وسهله عليكي ان انت تحشي. دي طريقه من الطرق طبعا كلنا عارفينها وسهله، واللي مش عارفها ادينا عرفتها له. تمام يا حبايبي. ابدا بقى افضل ارص كده في الورق بتاعي كده اهوت لحد لما اخلصه. طيب تعالوا شوفوا بقى، احاول اوريكم الطريقه التانيه برضو. اهو بص الورق عشان كله شطفته طبعا وحطيته فاتلخبط على بعض. نبدأ بقى نطلع كده ونفرز ورقة ورقة ونشوف هنعمل ايه. انا بوريكم بطريقة سهلة جدا، ما تتعبكيش وما تهدرش منك الكرنباية، وتقطعيها وتبقى سهل. لانك انت لو قطعت الكرنب بالنسبة لك كده المحشي خلص. انت لو قطعتي الكرنب كده وجهزتيه بالنسبة لك المحشي خلص. ممكن برضو تعملي التسبيكة وتحطيها في الفريزر، برضو هنعمل مع بعض تفريزات رمضان، وهنشيل تسبيكة وكل حاجة. احنا مش بنعمل تفريزات رمضان يا بنات عشان احنا بندور على الاكل والشرب في رمضان، لا، وقت رمضان ضيق والعباده فيه ايه اولى. اهو بصوا بقى الطريقه التانيه، بتقطعيها كده وبتعمليها رول، وبتحطيها برضو وبتفتحيها كده على ايدك، تبرمي وتحطي شويه رز وتقطعي، تبرمي وتحطي شويه رز وتقطعي. الطريقه دي جميله برضو، وبتنجز عليكي وبتسهل وما بتاخدش وقت منك في الحشو. ادي الطريقه التانيه، واللي يعجبك اعمليه. ادي الطريقه الاولانيه اللي أنا قطعتهم لك على بعض، وادي الطريقه التانيه. بصوا بقى دينا قطعتهم كلهم، حطيتهم بقى كده في قلب المصفى عشان يتصفوا من الميه خالص خالص. ونبدا ان احنا لو هتشيلي وتفرزي زي ما هقول لك اهو، حطيت ورق اهو في الصينيه. نبدا ان احنا بقى ايه، نحطهم بقى في الاطباق ونشيل
الكرنب بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة. وكل سنة وانتم طيبين، وانتظروني في فيديوهات تانية جديدة. هبدأ افرز لكم حاجات تنفعكم في رمضان وغير رمضان، وتوفر عليكم وقت المطبخ. يعني انت لما تروحي السوق بالاسبوع وتجيبي طلباتك وتجيبي حاجاتك، ابدأي اللي انت شيلي في الفريزر. مش لازم لرمضان يا جماعة. عايزة تعملي محشي في اي وقت، مش هتضايقي ومش هتكسلي، الوقت كله عندك والحاجات عندك. وبصوا زي ما انتم شايفين كده، يبقى الكرنب سهل عليكي، وداع لتعامل محشي، وداع لان انت تستثقلي ان انت تعملي محشي. لا، عندك الورق وعندك التسبيكه زيه زي اي اكله، بل اسهل. اهو ترصي كده في الاطباق بتاعتك وتشيليها في اكياس بلاستيك، في اي حاجه، في علب بلاستيك المتاحه عندك شيليه. شايفين يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم بخير. وابدأي بقى كده فرجي ب 20 جنيه هتجيبي اكله تشيليها واكله تاكليها.